الكاف تنزل بعقوبة صادمة على مدرب السنغال بسبب فضيحة نهائي كأس إفريقيا. أقدمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق مدرب المنتخب السنغالي بابتايو على خلفية تصرفاته المثيرة والمستفزة والخبيثة للجدل خلال نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025، بعدما دعا بخبثه لاعبي منتخب بلاده السنغال إلى مغادرة أرضية الملعب والاحتجاج على قرار التحكيمي الحاسم والتهديد بالانسحاب. واعتبر المتابعون أن ما قام به مدرب السنغال يعد سلوكا مرفوضا يتعارض مع مبادئ الروح الرياضية والأخلاقيات كرة القدم، خاصة في مباراة نهائية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة عالمية، وكان يفترض أن تكون نموذجا في الانضباط والاحترام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وإعطاء صورة رائعة عن التنظيم وكرة القدم الإفريقية التي أصبحت تتطور بفضل المملكة المغربية. وكشفت المصادر القريبة في ملف أن الكاف لا يمكنها التغاضي عن مثل هذه التصرفات لما لها من انعكاسات سلبية على صورة كرة القدم الإفريقية، ولما تتمثله من مساس مباشر بهيئة التحكيم وبقوانين اللعبة المعمول بها قاريا ودوليا.